اخواني، الشعب الكويتي ينتظر منا الكثير، ينتظر منا اصلاح على المستوى التعليمي، الصحي، الاسكاني، وجميع القطاعات اللي قاعد يعاني منها البلد. لكن هذا الامر لن يتم الا من خلال الاصلاح السياسي. عشان كذي تقدمت انا ومجموعه من اخواني الزملاء في عده اقتراحات بقوانين من شأنها يعني ترفع من مستوى الإصلاح السياسي. وأولها تعديل على قانون المحكمة الدستورية، وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس، الرئيس ونائب الرئيس ومين السر والمراقب، صحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة. اليوم هذا الأمر ما عاد يعني مقبول، أن الحكومة إذا ما حضرت البرلمان يتعطل ويوقف، لا، الجلسات تستمر وتمشي حتى لو ما حضرت الحكومة. والحكومة تكون لها الخيار، تبي تحضر الجلسة وتشارك في عملية التصويت وتشارك في حقها في عملية مشاركة البرلمان في القوانين، حقها تحضر. أما إذا ما حضرت، لا، المجلس مستمر وماشي. المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، وتعديل على قانون المسيء. هذه الأمور اعتقد هي يعني تعتبر بوابه للاصلاح السياسي، ومن خلالها نقدر نوجد بيئه سياسيه مناسبه يقدر المجلس والحكومه يشتغلون مع بعضهم، وينعكس على المواطن، وتتعدل القطاعات اللي قاعد يعاني منها المواطن من خلال القطاعات الاسكانيه والصحيه والتعليميه الى اخره. الامر الثاني، تقدمت باسئله برلمانيه لجميع الوزراء اسالهم عن خطتهم في محاربة الفساد. وهذا أمر خطير يا أخوان. اليوم كل وزير لازم يكون عنده خطة في محاربة الفساد، والوزير اللي ما تعجبه الأسئلة ولا يجاوب عليها يقعد في بيته. احنا اليوم محتاجين وزراء قادرين على الإدارة والعمل والتعامل مع الأسئلة البرلمانية. الأمر الثالث، أيضا تقدمت بأسئلة برلمانية عن المناقصات اللي تمت في ال10 سنوات الماضية. هذه المناقصات أبي أراجعها كلها وأتأكد من شبهات التنفيع اللي حصلت فيها، لأن الكويت للأسف في ال10 سنوات الماضية للأسف سرقت. والسرقات اللي تمت في ال10 سنوات الماضية كنا نقدر من خلالها نبني مدن إسكانية وصحية وتعليمية، وخير دليل على هذا صندوق الجيش وصفقات الأسلحة. الأمر الرابع يا أخوان، وفق المادة 98 من الدستور يتقدم رئيس الوزراء فور تشكيل الحكومة ببرنامج عمله. اليوم احنا بانتظار برنامج عمل الحكومة عشان نراجعه ونبدي ملاحظاتنا عليه. وإذا جت الحكومة قدمت إنجاز بنمد إيد التعاون، وإذا الحكومة ما قدمت أي إنجاز راح نحاسبها. في الجلسة القادمة تقدمت أنا وإخواني بعض أعضاء مجلس الأمة بتخصيص وقت لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار. فأنا أدعو وزير التجارة أن يكون جاهز لهذه الجلسة ويعرض خطة وزارة التجارة، لأن هذه القضية تمس كل مواطن كويتي، وعلينا محاربة غلاء الأسعار اللي قاعد يحصل من خلال الرقابة القوية من وزارة التجارة، وأن وزارة التجارة تؤدي العمل المطلوب منها. شكرا.